السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور ابراهيم. الفيديو ده فيديو سريع كده اتكلم فيه عن اليولت سيلف اسسمنت. الفيديو اللي فات اتكلمت على الان بي ام اي، وقلت ان النماذج بتاعه الان بي ام اي هي امتحانات تجريبيه بتعودك على شكل الامتحان، وبتديك خطه كده او خريطه ذهنيه لمستواك في الامتحان هيبقى عامل ازاي. تمام؟ وايه الويك بوينتس اللي انت ممكن تشتغل عليها، ويعني ايه الحاجات اللي انت كويس فيها، وهكذا يعني. فاليولت سيلف اسسمنت يعني الى حد ما شكل ال NBME، بس هل الواقعية بتاعته أو هل هو بيعكس مستواك بالفعل زي ال NBME؟ دي الحتة اللي احنا هنتكلم فيها يعني. بالنسبة لستيب 1 فهو مش هيعكس مستواك، أو مش هيكون واقعي بشكل كبير. يعني ممكن يكون في اختلاف ما بين مستواك الفعلي وما بين السكور اللي هجيبه في السيلف اسسمنت حوالي 15 من 10 15 درجة بالزيادة والنقصان. تمام؟ وده طبعا ده يعني عده اسباب. اول حاجه طبعا ان هو ده يعني هو ده السيلف اسسمنت ده يعني ده شكله او ده نظامه او ده قدرته. النقطه الثانيه ان هو اصلا من اليولد، وانت حليت اسئله يولد كتير قبل كده قبل ما تحل الاسسمنت ده، فبالتالي في افكار منها كتير اصلا موجوده في دماغك. يعني حتى لو هي مش نفس الاسئله، بس الافكار ذات نفسها انت حليت عليها قبل كده، فبالتالي مش هتكون واقعي بشكل كبير. ولكن في ستيب 2 سي كي هو الامر يعني افضل كتير من ستيب 1. يعني مش هقول واقعي بنسبه 100%، ولكن هو افضل كتير من ستيب 1، ففي ناس بتعتمد عليه اكتر في ستيب 2 سي كي. ولكن هو ممكن يكون الفايده منه ان انت بتتعود ان انت تحل عدد اكبر من الاسئله في وقت محدود، اللي هو نفس نظام او نفس فكره الامتحان. يعني في الامتحان انت يعني محدود ان انت هتحل الست بلوكات دول، السبع بلوكات دول. خلاص انت مش انت خلاص، هو انت لازم تحل البلوكات ديت في الوقت المعين من الاسئله، بالجاب اللي بيدوها لك ما بين كل بلوك والتاني، او على حسب ما انت تنظمها. فده يعني ايه شكل من اشكال التدريب على نظام الامتحان. ولكن انا رايي الشخصي، انت مش محتاج الامر ده. انت ممكن تدرب نفسك على الامتحان بنفسك، بمعنى ان انت دلوقتي عندك مثلا كيو بانك بتحله. فممكن تيجي في يوم خلاص انت راجعت وخلصت. انا خلي بالك، هو بتكلم في الناس اللي رجعت وبتخلص وبتشطب وخلاص، يعني امتحانها شهرين او 3 شهور وخلاص هيمتحنوا يعني. تمام؟ فممكن تبدا تعمل لنفسك امتحان تجريبي. تمام؟ الغرض منه مش ان انت تشوف مستواك ايه، ولكن ان انت تعود نفسك على السيت اب بتاع الامتحان. فاهمني؟ فمثلا ممكن تجمع وليكن 6 بلوكس كده من الكويشن بانك، وتبدا تحطهم لنفسك وتبدا ايه تحلهم. ممكن تجيبهم بقى بشكل راندوم، ممكن تجيبهم بشكل سبجكت وايز، شابتر وايز. مش هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في نقطه ان انت تقعد في مكانك كده، ومعاك 1 اور بريك ذا هول تايم، ومعاك العدد المناسب من البلوكس، وليكن 7 بلوكس، وقاعد بتحل الاسئله، وبتطلع تستريح وترجع تاني، تطلع تستريح وترجع كمان. فخلاص انت محدد يوم وقافل على نفسك. ده حاجه الناس ما بتعملهاش، ولكن هي مهمه للغايه. فاهمني؟ دي يعني حاجه مهمه جدا. ليه؟ اول حاجه هتعودك على التايم مانجمنت بتاع الامتحان. النقطة التانية كمان، فكرة الرهبة من يوم الامتحان وفكرة طب انا هعمل ايه؟ ده وقت طويل. طب انا خلاص انت اصلا عملت الموضوع ده، ويعني you planted yourself many times before. فالموضوع ده هيساعد جدا في يوم الامتحان ذات نفسه. غير ان هو اصلا انت كده كده بتتدرب بتحل اسئله. يعني في ناس يعني انا اعرفها كانوا موجودين معايا في الكورسات، كانوا عشان يغصبوا نفسهم على حل الاسئله، او عشان يغصبوا نفسهم على حل اكبر عدد ممكن من الاسئله، فكانوا يعملوا لنفسهم يوم امتحان. خلاص اليوم ده يوم امتحان ويوم معسكر. طبعا انا بنصحهم بحاجه زي كده. فاهمني؟ بالتوفيق ليكم. ده يعني فيديو سريع عن اليول سيلف اسسمنت. دايما اسالوا اسئله، وانا دايما بنزل فيديوهات ردا على الاسئله بتاعكم على القناه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع زمايلكم عشان يستفادوا. بالتوفيق ليكم. السلام عليكم.